عليك جمهور كله راح ينتظر يونس محمود وان شاء الله تسجل. ان شاء الله يدلل محمد لا محمد قاسم فريد مرخصتك. لا شنو بس ليش عنده مشكله؟ لا اوكي محمد قاسم انت اليوم حارس امين كرتين خلصتها، لكن اريدك تحكي لي مشاعرك الحقيقيه انه اليوم شلون حسيت الاجواء هاي الجمهور الحاضر يعني بيش ذكرك. والله يا هشام راح اقول لك الصراحه اللي صار بالملعب، والله اول ما طلعت والعالم كلها صاحت جسمي كسبر، والله جسمي كسبر، ابو على العالم يعني انا احس مصدق بحلم صدق كذا ما ادري باوع كل العالم يصيح قاصد كله يصيح عراق يعني جسمي كسبر بالمباراه كله يصيح يعني باوع تروح كره ليغات ابوع على العالم كله يصيح عراق يعني اقول شوف شلون حلوه نلعب بلدنا مرتاحين احنا مرتاحين راح نروح الفندق راح نروح بغداد يعني ماكو الحمد لله والشكر ان شاء الله يا ربي المباراه القادمه بعد بالشعب وراح يصير بعد ماكو الانديه تلعب بالشعب والمنتخبات تلعب ببغداد بعد ماكو ان شاء الله يا رب نطمح الاحسن وبعد الامان بغداد ان شاء الله. زين هسه اكو مشكله ويا فريد بس نحكيها بالسياره. نحكيها بالسياره لا تجيب طاري فريد باللقاء. بالسياره يلا هسه روح بالسياره. لا تجيب طاري فريد اصلا ما اريد. بروحي انا اشتريك وعود السرعة تتركني الفرقة موتتني السرعة تتركني الفرقة موتتني يا حبيبي شغيرك يا حبيبي شغيرك روح نستمر حبتي مشاهدي مشاهد فرحة لاعبي منتخبنا الوطني بهذا الفوز. إذن أحمد صلاح جايك والله أحمد صلاح يعني حظ نحس أنه إصابتك صارت في وقت كنت تتمنى أنه الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكركم على هاي الجهود المبذولة من قبلكم وقبل القناة العراقية الرياضية الفضائية. بالنسبة للمشاركة تعرفوا هذا يعني الحمد لله رب العالمين يمكن ما حالفني الحظ ان اشارك في مباراة بسبب الاصابة لكن الجاي ان شاء الله افضل. ان شاء الله بالموفق. حبيبي مهدي كريم اليوم انت شاركت في مباراة اريدك تحكي لي يعني مشاعرك وانت تشاهد هاي الجماهير الحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر اول مرة القناة العراقية على التغطية الخاصة اللي قاموا بها طيلة تواجدهم في اربيل. مشكورين جدا. حقيقة احنا سعداء جدا يعني هذه مناسبة كبيرة ان نشارك في اول مباراة دولية في ارض العراق. اليوم فرحة كبيرة تواجدت في ملعب اربيل، حضور جماهيري غفير، قنوات اعلامية وفضائية كبيرة جدا موجودة في الملعب. احنا كلاعبين يعني سعداء جدا بهذه المناسبة. القادم ان شاء الله في ارض ملعب الشعب الدولي. اكيد شوقك اكثر لجمهور بغداد. اكيد يعني مثل ما كانوا اليوم جمهور اربيل سعداء جدا، واكيد جمهور كبير حاضر من بغداد لهذه المباراة ايضا في ملعب الشعب الدولي. راح تكون اكيد غير انطباع يعني غير صورة، جمهور يعني متلهف الى واشتياق الى مشاهدة اللاعبين، خاصة اللاعبين اللي كانوا فترة طويلة خارج العراق. ان شاء الله يآزرون الفريق ويحضرون ويملؤون ملعب الشعب الدولي، وان شاء الله نعزف لهم اللحن الجميل
نعاود ان شاء الله حتى كسر الحصار، وان شاء الله نعاود المباراه الدوليه على ملعب الشعب الدولي ان شاء الله. هكر فرحان اليوم اشوفك ترقص. طبعا اكيد طبعا فرحانين بصراحه، كلش فرحانين الحمد لله والشكر. يعني اخيرا لعبنا بين اهلنا وبين جمهورنا بصراحه، وننتظر ونتمناها بملعب الشعب ان شاء الله يوم الاثنين. طبعا اكيد فرحه، كل اللاعبين فرحانين، الشعب كله فرحان، وان شاء الله نوعدهم انه دائما نفرحهم. وما دائما والله العظيم دائما اللاعب قبل ما ينزل لعبه دائما هو يفكر بالشعب، بس يريد شلون يفرحه والله العظيم. وان شاء الله راح نفرحهم دائما ان شاء الله. احمد عندنا مشكله، بعد المشكله مستمره على الرحامه انت وسام بعد المشكله. يا وسام لا انت وسام بعد مشكلتكم ويا الفريق. يا وسام محمد ها محمد القلبي فريق شنو فريق؟ والله بدون شقه، كلمه واحده شقه، واحد اثنين ثلاثه نكرهك. ابو رجوة نعم. انتوا علي اريدكم تحسوا لي مشاعركم بعد ما شفتوا هاي الجماهير، كنتوا متوقعين هاي الاجواء؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره على هذه النتيجه الايجابيه، نشكر جمهور اربيل ونشكر اخواننا الفلسطينيين على هذه المبادره الجميله، وان شاء الله اذا يردون نرد لهم ويا الاخوان الفلسطينيين، احنا جاهزين نروح لفلسطين. وبالنسبه المشرف الغذائي على المنتخب العراقي ابو رجوه ما مخلينا بعازل الحمد لله واشكره، من سافر ويانا انواع الاكلات جاي يعطينا، تغذيتنا جيده جدا بوجود ابو رجوه. علاوي اليوم واحد من اللاعبين قال لي قبل شويه، قال لي همزين اليوم ما اكلنا من ايد ابو رجوه، لو ما اكلين كان ما غلط. لا بالعكس والله العظيم المنتخب بدون ابو رجوه ما يسوى كل زين ابو رجوه شنو رايك؟ الحقيقة المشاعر جياشة لا توصف. هذا اليوم عرس عراقي خالص، رغم فوزنا على فلسطين عربية ما كفرت، احنا وفلسطين، لكن على ملعب العراق اذا كان اربيل ولا سليماني ولا دوك، ولكن ننتظر المباراة في بغداد على ارض ملعب الشعب، سنقدم مستوى يليق بالكرة العراقية ان شاء الله. نوار الملك انت يمكن اسعد انسان حاليا. اكيد. يعني انت اليوم شاركت وسجلت هدف وشفت الجمهور شلون يهتف باسمك، اريد مشاعرك الحقيقيه بعد. والله مشاعرنا يعني اول ما نزلنا يمكن كل اللاعبين يمكن كانوا دمعة بعينهم صراحه، والحمد لله فرحناهم في بلدنا وفي وطننا وبين جمهورنا، وان شاء الله دائما نتمنى من رب العالمين يكون نفرح بين اهلنا، يعني مو نلعب غير بلد. واذا تشوفون يعني الاف من الجمهور. متشوق لجمهور بغداد؟ اي والله يعني اكيد. شو تقول لهم كلمه واحده يشوفوك؟ اتمنى يزورونا في ملعب الشعب. جمهور يعني هم هذول رصيدنا، هم هذول الجمهور هم رصيدنا، يعني كل اللاعبين يعرفون. رقم 12 كان بالنسبه لنا كمنتخب العراقي، وان شاء الله راح نفرحهم دائما ان شاء الله. مبروك عليك الفوز والهدف. الله يخليك يا رب. اهلا وسهلا. نكمل عبد المشاهدين ونتابع ابو رجوه ايضا معنا الحارس جميل محمود، حارس مرمى منتخبنا الوطني السابق. كابتن اليوم انت حضرت المباراه، ابتعدنا كثيرا عن مباراه العراق، يعني مشاعرك وانت يعني تشاهد المنتخب الوطني بين ابناء شعبه وبين جمهوره. بسم الله الرحمن الرحيم، هي فرحه حقيقيه بالنسبه لكل الجماهير العراقيه انه تحضر هذه المباراه وتستمتع بالاداء الرائع للفريق العراقي، وحقيقه انه تم من دور الاخوه في فلسطين لما قدموه من جهود رائعه في تلبيه دعوه الفريق العراقي والحضور الى هذه المباراه. ونحن نعتز بكوننا عراقيين وكون الكره العراقيه الان حقيقه راح تشهد ان شاء الله تطور ملحوظ، خصوصا اذا ما كانت المباريات ستقام في ارضنا ارض بغداد الحبيبه، ونامل ان تكون هذه المباراه فاتحه خير ان شاء الله للكره العراقيه، ونشد على ايدي مدربين ولاعبين واداريين الفريق العراقي لما بذلوه من جهد حديثه من اجل هذه المباراه والفوز بهذه المباراه، وشكرا جزيلا للعراقيين. اذا احبه المشاهدين سنواصل اللقاءات لكن بالفندق.
الله